صوص حلو قوي وجميل جدا وما بنقدرش نستغنى عنه على السفرة، وبنشتريه غالي من بره. ده بيتقدم في المطاعم الشهيرة جدا. اسمه سويت شيلي صوص. سويت شيلي صوص ده حار ومسكر. فدلوقتي انا معايا ربع كيلو فلفل، انا فرماه في الكبة، فرماه ناعم في الكبة، ومعايا معلقة كبيرة توم اللي هي دي، فرماها هي كمان، ممكن تفرميها مع الفلفل مفيش مشكلة خالص. ومعايا تلت كوباية سكر، ومعايا معلقة نشا كبيرة هدوبها في مية، في ربع كوباية مية. ومعايا كوباية ونص مية، معايا كوباية ونص مية، وفي رشة ملح أنا حطيتها على السكر، ومعلقتين خل كبار. دلوقتي أنا هحط حلة على النار واحط فيها الميه. دلوقتي انا هضيف الميه في الحله اللي على النار، وهضيف السكر عليه رشه الملح، واقلب كويس لما السكر يدوب. هضيف الخل والثوم واستنى لما الميه تغلي عشان اضيف الفلفل. كده خلاص بدأ يغلي، فانا هضيف الفلفل، انا فرماه ناعم. الصوص ده جميل جدا، ده بيتاكل مع مثلا فراخ بروست او سمبوسة، يعني بيتاكل مع الحاجات المقلية. جميل جدا وتحفة، وبيتاكل مع سبرينج رول. فاحنا نعمل لاولادنا احسن ما نشتري من بره، ويبقى اولادنا عاوزين ياكلوا حاجات من المطاعم. فاحنا لما نعمل الصوصات دي في البيت بتبقى حلوه جدا، وهي غاليه جدا في السوبر ماركت. وده ممكن عشان الحرارة بتاعته بيقعد بالشهر في التلاجة، يعني مش هيسيبوا حاجة. لما تعملي على قدك، هتعملي مثلا ربع كيلو فلفل، بتضيفي معاهم واحدة فلفل ألوان أحمر برضو، علشان تقلل من حدة الحرارة علشان أطفالنا. أول ما الصوص يغلي أنا هضيف النشا مع التقليب، علشان أول ما يتماسك كده أشيله من على النار. خلاص كده الصوص غلي غلوتين، فأنا هضيف النشا، معلقة النشا هي معلقة طعام، ضفتها في تلت كوباية مية، وبعدين أحطها كده وأنا بقلب. بسم الله. صوص جميل جدا. خلاص كده هو غلي غلوتين بعد ما ضفت النشا، عشان النشا تستوي فيه. كده خلاص الصوص بقى جاهز، وده كان الصوص بتاعنا.
سويت شيلي صوص جميل جدا، اعمليه ان شاء الله هيعجبك وما تشتريش من بره. وعلى فكره الربع كيلو فلفل عمل لي لتر صوص، يعني انت ممكن تعملي 8 كيلو بس، يعني على قدك، وتعمليه طازه بطازه، تحفه وجميل جدا. وكمان لسه هيتقل لما يتشال في التلاجة، جميل جدا اعمليه. ولو اولادك مش بيحبوا الحاجات الحاره القوي، ممكن ان انتي تضيفي واحد فلفل الوان من ده، جميل برضو هيخليه حلو قوي ويظبطهولك. شكرا ليكم ومع الف سلامه.